مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. هل يختلف البرلمان العراقي الحالي عن البرلمان السابق؟ وهل ينهض بدوره في صيانة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومحاسبة الحكومة؟ وأخيرا، ماذا جرى للمطالب السنية التي نظمت من أجلها الاعتصامات وسقط من أجلها أيضا العشرات؟ هذه إذن محور لقائنا بضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع هنا في عمان، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري. دكتور الجبوري، بداية، هل فوجئت بالكشف عن 50,000 ممن يسمون في الواقع بالجنود الوهميين في القوات المسلحة العراقية، أو كما يسميهم العراقيون أنفسهم الفضائيين؟ شكرا جزيلا. يعني أنا شخصيا ما تفاجأت، لأنه جرى حديث بشكل مباشر مع السيد رئيس الوزراء، كنت سويا معه للحديث عن هذه النقطة، وهو تحدث بشكل واضح، وكان العدد أكثر من ذلك طبعا، لكن حينما جاء إلى البرلمان وتحدث عن هذا العدد اللي هو 50,000، يعني بطبيعة الحال أصبح مؤشر للجميع على أن القضية فعلا تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى اتباع إجراءات لمكافحة حالات قد تكون مشابهة لما تم الإعلان عنه. دكتور جبوري، هل تستطيع أن تضع يدك على قلبك وتقول بكل ثقة من هو المسؤول الأول عن وقائع من هذا القبيل؟ طبعا احنا من لحظة الإعلان صحيح قيل داخل البرلمان على أنه تم الكشف عن هذه النقطة، لكن بالنسبة أن هذا يعتبر مؤشر لفتح ملف واسع، وستشكل لجان تحقيقية، وسنطلع في نهاية المطاف على من كان متسبب. قد تكون كثير من القيادات، قد يكون القائد العام للقوات المسلحة، قد يكون هناك من هو متستر. كل هؤلاء ستتم تعريتهم وسيتم إيضاح الأسماء بشكل واضح ودقيق. هل أفهم من كلامك بأنه لا يستثنى أحد من التحقيق في هذه القضية بغض النظر عن موقعه السابق، الحالي، اللاحق؟ لا، هو هاي القضية طبعا تفتح الباب للحديث عن كل الأشخاص، ولا أعتقد أن أحد يمكن أن يعلو على القانون أو على الدستور، وهذه هي مصالح ناس، وهذا هو استقرار بلد وأمنه، وبالتالي الكل مساءل، وينبغي أيضا أن يحاسب داخل مجلس النواب أو ضمن المؤسسات الأخرى، سواء النزاهة أو القضاء أو غيره. في الواقع هناك من تحدث عن اللجنة التي قصدتم بأن تشكلوها في الواقع في البرلمان لمناقشة سقوط الموصل. أنتم في مرحلة تشكيلها على ما فهمت، ولكن يقال بأن هذه اللجنة لن تتجرأ على فتح كثير من الملفات، لأنه ستسقط من جراء ذلك رؤوس كبيرة جدا في العراق، أليس كذلك؟ لا لا إطلاقا، اللجنة عازمة على أن تفتح الملف على أشده. وبالمناسبة يعني هذه تقريبا اللجنة الرابعة والخامسة اللي شكلت منذ أن بدأ تشكيل مجلس النواب، اللي مضى على عمره 4 أشهر، وكل اللجان وصلت إلى نتائج وتم الكشف عنها، سواء ما يتعلق بالنازحين، سواء ما يتعلق بقضية سبايكر، سواء ما يتعلق بالصقلاوية، ولم تتوانى أي لجنة من الحديث حتى عن الأشخاص الذين أحيل الكثير منهم إلى النزاهة أو إلى القضاء أو إلى الجهات المختصة. قد يقول قائل دكتور جبوري بأن الكشف شيء ولكن العقاب شيء آخر، أليس كذلك؟ العقاب أحيانا أكو مؤسسات هي تتولى، يعني لما البرلمان يحدد المتسبب بالضرر، بعض الملفات حلناها إلى النزاهة، بعض الملفات حلناها إلى القضاء حتى يأخذ مجراه، وبعض الملفات تم اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الجهة التنفيذية بإبدال القيادات الموجودة. ما كان إبدال القيادات بشكل عبثي أو غير مستند إلى أدلة، وإنما بالتعاون مع البرلمان تم إبدال القيادات. وهذه نقطتي في الواقع، يعني تبديل القيادات العسكرية، يعني العسكريون لم يكونوا يعملون بمحض أنفسهم، هناك قيادة سياسية كانت وراءهم، أولم يصبحوا في الواقع كما يقول البعض أكباش فداء؟ يعني هم ينبغي عليهم أن يقيمون الحجة على من كان متسبب في الحالة التي وصلوا هم لها. أم أنتم؟ هم كنقطة أساسية أثناء ما يحاكموا ويحاسبوا أمام الجهات التنفيذية، أمام القضاء أو النزاهة. وبالنسبة أن إذا وجدنا من الدليل فعلا ما يقتضي محاسبة غيرهم ومن كان متسبب، أيضا سنبدأ بعملية المحاسبة والمعاقبة.
هذه بالنسبة أنك جزء من البرنامج والنهج اللي اتبع مجلس النواب في غلق ملف الفساد وإنهاء هذه الحالة المستشرية اللي أصبحت عيب على كثير من المؤسسات. طيب دكتور الجبوري، هناك من يقول بأن على طاولة لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ما يزيد عن 40 ملفا للفساد على كافة المستويات، مستويات الدولة العراقية أيام رئيس الوزراء السابق السيد المالكي. هل لك أن تؤكد ذلك؟ أنا ما عندي تحديد لأرقام وأعداد، لكن أفهم أن لجنة النزاهة شأنها شأن اللجان الأخرى ستبدأ بعمليات الكشف والبحث عن ملفات عديدة إذا ما جاءها كل ما يحفزها لهذا الجانب، وإحنا أيضا بدورنا راح نهيئ كل الأجواء حتى تتبع كل السبل للوصول للحقيقة. ما أستبعد طبعا أن هناك ملفات تبحث، لكن المقدار والعدد يعني ليس لي علم دقيق بذلك. طيب، عندما كنت عضوا في البرلمان في العهد السابق ورئيسا للجنة حقوق الإنسان فيه، ربما كنت من منظور البعض أكثر قدرة على الحركة منك الآن، باعتبار أنك كرئيس البرلمان الآن عليك أن تلعب لعبة التوازن، أليس كذلك؟ طبيعة الدور والمهمة والملف اللي أنا أملكه الحقيقة هو اللي يتحكم أحيانا بالمسار وبالرغبة وبطريقة العرض. فعلا في ملف حقوق الإنسان، لأن هناك ملفات عديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع الجهات الدولية كانت تستدعي أن نتحدث بشكل واضح. الآن في مجلس النواب لا أتوقف إطلاقا إذا ما جاءني تقرير من لجنة حقوق الإنسان أو من النزاهة عن أن أطرح هذا الأمر، لأن مهمتي كرئيس مجلس نواب أن أحقق الغاية الأساسية من وجود مؤسسة تشريعية ورقابية أن تؤدي عملها بشكل واضح. غير هذا وذاك أكو اعتبار سياسي مهم في العراق، وهذا الاعتبار السياسي كرئيس مجلس النواب يلعب دور مهم فيه باعتباره واحد من الرئاسات الثلاث أولا، وثانيا يحاول الحفاظ على قدر من التوازن. أقول شيء، لا أريد أن يكون البرلمان هو مصدر للاضطرابات الأمنية والاضطرابات السياسية. المرحلة التي كان عليها البرلمان سابقا ويؤشر به على هذا الأساس الآن أريد أن أغلقها حتى أجعل البرلمان صانع سياسات ومؤثر ومهم من دون خلق إشكالات في هذا الجانب. دكتور جبوري، ما دمت تتحدث عن دور البرلمان يعني في حفظ حقوق الإنسان وفي مكافحة الفساد، يعني يؤخذ عليك في الواقع في الآونة الأخيرة بأنك أخرت، وهنا أنا أنقل، أخرت استجواب السيد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة إغاثة النازحين في قضايا مالية وما إلى ذلك. ماذا تقول؟ لا، هو أنا ما أخرته بصراحة، وقدم الطلب بالتسلسل التاريخي، عرضت على الجهة القانونية فوافقت باستيفاء شروط الشكلية والموضوعية. أثناء ما نحدد الموعد للاستجواب تم سحب عدد من النواب لتواقيعهم، وعندي الأوراق وموثقة حتى اختل النصاب اللازم لعملية الاستجواب، وأعلنت ذلك بشكل صريح. ثم استتبع ذلك عملية جمع جديدة للتواقيع حتى استكملت. الآن لما أحلت إلى القانونية قالوا استوفى كل شروط القانونية والموضوعية، بقي تحديد الزمن. احنا وصلنا إلى اليومين الأخيرين من عمر الفصل التشريعي، قطعا في بداية عملنا سنلجأ إلى عملية تحديد التوقيتات اللازمة لعملية الاستجواب. وكأنك تقول للسيد الجبوري بأنك تتعرض في هذا العمل لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين أو المتهمين بالفساد، حتى نكون أكثر دقة، تتعرض لضغوط سياسية، أليس كذلك؟ لا لا أبدا، أي ضغط سياسي في هذا الجانب غير موجود. يعني أذكر مسألة مهمة، يعني حتى لما أنا أريد أحقق غاية ما أهدر غايات أخرى ومسائل مهمة. الحكومة في بداية تركيبتها، في بداية تشكيلتها، نائب رئيس وزراء لما يتعرض للاستجواب هذه هزة كبيرة ستصيب الحكومة. وأنا تحدثت بشكل واضح حتى مع رئيس الوزراء في أن القضية هي ما مرتبطة بالحكومة بالعموم، مرتبطة بملف أعطي وأسند لطرف ما. بالنتيجة كل الأطراف ليست معترضة على تحديد مواعيد الاستجواب، وهذا السياق أنا أقدره بشكل واضح. هي مو المسألة مسألة أن أجيب شخص حتى أحاسبه وأعاقبه حتى أكون منتصر. طيب. القضية كيف أستطيع ما بعد عملية الاستجواب فعلا أن أدرأ قضايا فساد وأن أحقق. طيب. أكو مسألة إذا تسمح لي أقولها. فضل. الاستجواب دائما ينبغي أن يكون بعيد عن الاعتبارات الشخصية أو الاعتبارات السياسية. وهذه نقطتي في الواقع. يعني ما يقال في الواقع بأن صالح المطلق عندما حامت حوله الشبهات رأسا قيل استجوبوه ونادوه وكذلك، ولكن هناك فاسدون على ما يقال من
طرف آخر أيضا لم يستعجل بدعوتهم إلى البرلمان الاستجواب، أليس كذلك؟ ما قدم طلب، وأنا أدعو السادة النواب إذا لكل من لديه دليل على واستكمال للإجراءات لعملية استجواب لأي شخص فليقدمها. ما قدم طلب واحد لعملية الاستجواب، وأنا كنت أتأكد على مدى أكثر من شهر من أن أبعاد هذا الاستجواب إذا كانت شخصية أو سياسية أنا أرفضه تماما. لكن إذا استكمل الإجراءات القانونية الطبيعية طبعا ما عندي سبيل إلا أن أحدد الموعد، وبعد ذلك سأحافظ قدر الإمكان أن لا يستغل أو تستغل عملية الاستجواب لغرض الإطاحة السياسية أو للنفوذ السياسي. هذه نقطة أساسية ومهمة أعتقد نفسي مسؤول عنها. هذه النقطة وصلت. إذن مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع فاصل قصير، نواصل بعده حوارنا مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا مع ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري. سيد الجبوري، في بداية العهد الحكم الحالي في الواقع صدر منك تصريح على ما أذكر قلت فيه بأنك تتوقع أن تكون الحكومة الحالية أو الجديدة بالأحرى يعني مختلفة عن سابقتها. هل لديك مؤشرات على أنها فعلا بعد كذا شهر مر عليها مختلفة؟ يعني بصراحة احنا وضعنا وثيقة الاتفاق السياسي، وهي حالة إجماع حصل بين الأطراف على أن تنفذ الجهة التنفيذية التزاماتها على فترة زمنية 3 أشهر و6 أشهر، وفي لقاءات تكاد تكون دورية مع رئيس الحكومة ومع السيد رئيس الجمهورية في متابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه، إلى حد ما أجد أن بعض الالتزامات أخذت مسارها الطبيعي في قضية التنفيذ، مثل جملة من الإصلاحات. يعني حتى لما نتحدث عن قانون المساءلة والعدالة مثلا، الآن شبه أعد مشروع قانون من جانب يلغي هيئة المساءلة والعدالة وحسب الدستور ينهي وجودها، ومن جانب آخر يحيل الملف إلى القضاء، وهذا ما كنا نعتقد أنه مناسب. طب يعني هذا التعديل دكتور يجب أن يعرض على البرلمان، يعرض وما يقال في الواقع بأن أكثرية البرلمان، يعني أنا أعرف أنك لا تريد أن نقول سنة وشيعة، ولكن من يعني الشيعة مثلا وأيضا الأكراد ربما يعارضون هذا الموضوع. احنا قلنا بصراحة الاتفاق السياسي هو مو بس مسؤول عنه رئيس الوزراء ولا الحكومة، مسؤول عن الكتل السياسية اللي شكلت الحكومة، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق. بالتالي أعتقد هناك مسؤولية إلزامية وأدبية إذا جاز وصفها على الكتل السياسية أن تنفذ التزاماتها. طبعا بالحوارات اللي تم مع رؤساء الكتل لا اعتراض على المضي بهذا الاتفاق. وأذكر شيء آخر يتعلق بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة اللي صدرت بحق المودعين في السجون واللي أطلق سراحهم واللي ينبغي أن تتم عملية الإنهاء من ملفاتهم. هذا أيضا جانب من جوانب الإصلاح. هذا السؤال مهم في الواقع. عندما كنت رئيسا للجنة حقوق الإنسان أنا أذكر بأنك كنت تتفاوض للإفراج عن بعض هؤلاء الذين أودعوا السجون ربما بتهم بين قوسين كانت توصف بأنها تعسفية وبناء على ما يسمى الشاهد السري آنذاك واتهامات كيدية. كم عدد هؤلاء الناس، معظمهم من السنة صححني إن كنت مخطئا، الموجودين الآن في السجون وينتظرون الخروج؟ هم العدد الإحصائية كبيرة، يعني كم تصل إلى 40,000. 40,000 لكن بنسب مختلفة. بعضهم ما حكم، بعضهم أثناء التحقيق لا زال، بعضهم صدرت بحق أحكام معينة والأحكام مختلفة هنا وهناك. لكن اللي صدرت بالتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى الآن أن الذي بقى على فترة اعتقاله فترة من الزمن ولم تتم عملية محاكمته يطلق سراحة. هذه وحدة. اثنين، الذين صدرت عليهم أحكام قضائية من الممكن إعادة المحاكمة بشأنهم. القضية الثالثة تتعلق بالمخبر السري، الكثير منهم بعد ما ثبت أنهم ارتكبوا شهادة الزور يحاسبون. أنا ما أريد أقول عملية إصلاح شاملة ومرضية، أنا أقول هناك نوايا. طب بهذه الوتيرة كم سيستغرق يعني إخراج هؤلاء 40,000؟ حدد فترة يعني 40,000 طبعا بعضهم صدرت بحقهم أحكام، وإحنا ما ننسى طبعا خلال فترة الانفلات الأمني هناك سجون فتحت أبوابها عنوة وأخرج من فيها. أنت تؤمن بنزاهة القضاء العراقي؟ لا، أنا أعتقد أن القضاء العراقي شأن كل المؤسسات الأخرى.
هناك مواقف صلبة ومواقف حقيقية وجادة اتخذت من القضاء العراقي تستحق الاحترام، وهناك مواقف أخرى فعلا تحتاج إلى المراجعة. أين تصنف الحكم بالإعدام على النائب العراقي أحمد العلواني؟ أنا تحدثت بشكل صريح وواضح، ما كان ينبغي أن يصدر هذا الحكم. الحقيقة كل المعطيات تؤكد على أن هناك نوع من الحيف الذي وقع. حتى هو ما اتهم بالإرهاب، هو اتهم بالمادة 406 قانون العقوبات اللي هي 1969. هذا نعم قديم. القتل مع سبق الإصرار والترصد، والحالة هي غير موجودة في الأصل، ولذلك يعني صار تدخل بهذا الاعتبار. حتى العشيرة مالته الحقيقة بدأت في عملية المفاوضات للدية، وأعتقد لو أن القضاء يعني أجل الأمر إلى شهر آخر لقضية الدية انتهت، وبالتالي زالت المشكلة بدل من أن نقع في ما هو موجود من مشكلة سياسية. في الواقع مسؤولو الحراك السني العراقي على ما قرأنا يقولون بأنه مضت حتى الآن حوالي 3 أشهر، تكاد المهلة التي أعطوها للعبادي حوالي 3 أشهر أن تنتهي من منظورهم دون أن يتحقق أي شيء. سيتخذون إجراءات ربما للتعبير عن أنهم غير راضين. هل ستقف معهم في هذا الموقف؟ يعني أشوف طبيعة الاعتراض ووجه الاعتراض، لأنه يعني مثلا أنا أقف معاهم في ضرورة التنفيذ وفي أهمية التنفيذ، لأن هذا عامل من عوامل الثقة الموجودة وضد عملية التسويف. ولكن إذا كان عندي شعور بأن هناك عملية تنفيذ لهذه الالتزامات لم تكتمل، أنا أنتظر نهايتها. يعني مو أفاجئ ولا أباغت ولا أفشل كل المفاوضات اللي من شأنها يمكن أن تحدث الإصلاح. أنا عندي مشكلة اسمها قانون حرس وطني لابد أن يشرع، قانون عفو لابد أن يشرع، قضية المساءلة لابد أن تنجز، التوازن لابد أن يحقق. وهذه هي الأشياء دكتور جبريل التي يقولون بأنها لم تتحقق، يعني مع شرحك لموضوع المساءلة، ولكن الأخرى لم تتحقق شيء منها. أنا عندي تصور أحيانا بحكم اللقاءات اللي تتم وين الإشكال اللي دا يصير في بعض من هذه المفاصل، ومن الذي يتحمل. أحيانا مو بالضرورة رئيس الوزراء، أحيانا الكتل السياسية التي تريد تأخير. يعني مثلا قانون الحرس الوطني ما أعتقد الكل متفق عليه في البداية، وقد وضع له جدول زمني، لكن بعض الكتل السياسية راجعت عنه. هل يمكن أن تسميها هذه الكتل؟ من لا يريد هذا المشروع؟ لا، واضح بعض الكتل الموجودة ضمن إطار التفاهمات السياسية واضحة عندي كشخص لماذا تؤخر وتعرقل إيجاد هذا القانون حينما يحين الوقت اللازم لعرضه داخل مجلس النواب. قطعا والكتل السياسية ستظهر نفسها، وقد تحدث البعض منهم بشكل واضح. يبدو بانتظار ذلك بأن هناك جهودا على المستوى السني لتشكيل ما يسمى جيشا سنيا من 100,000 تساعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أليس كذلك؟ ما عندي تصور الحقيقة. والذين يذهبون إلى واشنطن أو يقال سيذهبون إلى واشنطن لبحث هذا الموضوع، يعني أيضا أجندتهم خافية عني بشكل واضح. بس أنا أفهم أن هناك حراك لمساهمة العشائر ومساندتها في دحر الإرهاب ومواجهة داعش. كيف يتبلور هذا الموضوع بمساعدة من الدول وغير ذلك الصورة غير واضحة. لكن أفهم أنا بالنسبة لي أن العشائر يجب أن يسلحوا لمواجهة التنظيمات الإرهابية. ومن هل تفعل الحكومة هذا من منظورك؟ في البداية يعني أنا عقدت مؤتمرات كثيرة في بيتي وفي مجلس النواب، حضروها شيوخ عشائر من الأنبار ومن ديالى ومن صلاح الدين في مؤتمرات متعددة طبعا، وحتى من النينوى. وجمعت وزير الدفاع والداخلية معاهم، وجمعت القيادات المشتركة، حتى الأمريكان كانوا حاضرين، وكان الحديث مباشر وبشكل صريح. الحكومة كانت قد ساهمت بتوزيع أسلحة وأعطيت إلى العشائر. كان هناك سوء استغلال السلاح وعدم متابعته بالطريقة اللي يمكن أن يكون سوء استغلال من جانب مين؟ حتى من أعطى ومن استلم. ليست هناك من متابعة واضحة أدت إلى حالة من الإرباك. الآن هم يحتاجون، لأنهم في معركة، ايش قد ما تنطيهم بصراحة ويقول لك ما يكفيني. لأن على خط المواجهة ما يحصل بالضلوعية أو يحصل في الأنبار أو في صلاح الدين، هاي مسائل تحتاج إلى معونة، والأمريكان ليسوا بعيد عن ذلك. سيد الجبوري، يعني هناك من يقول من السنة بأنه كلما ذكر الإرهاب يعني وصم به السنة. طب هناك تنظيمات من منظورهم أيضا من الطرف الآخر ولكنها تصنف على أنها إرهابية ولكنها لم تجرم في البرلمان، هل ستفعلون ذلك؟ طبعا، حتى احنا قد نمضي باتجاه تجريم كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة وبدون التنسيق معها.
هذه مسألة واضحة بالنسبة لنا، لأن إذا أردنا أن ننشئ دولة مدنية مستقرة ينبغي أن نؤمل أن الذي يحمل السلاح هو الدولة والدولة فقط. بالمناسبة حتى التنظيمات الإرهابية اللي هي لا يمكن حسابها على السنة، لا يمكن حسابها على أي طرف اجتماعي، هي ابتدأت بالسنة حتى أحدثت مجازر، مثل ما أحدثت مجازر في سنجار، مثل ما أحدثت مجازر في على الشيعة وغير ذلك. طيب. وعليه الآن السنة والشيعة والكرد والكل والتركمان متفقون على مواجهة التنظيمات الإرهابية. المشكلة أن البديل ينبغي أن لا يكون أيضا بعيد عن الدولة مثلا، أو قطاعات أو ميليشيات تحمل سلاح حتى تريد أن تفتك طيب، أين تصنف الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي كمبادرة تمت وصدرت لمواجهة المجاميع الإرهابية، أسيء استغلالها من قبل البعض، حتى أن هناك أذرع مسلحة مارست بعض الأنشطة في سبيل تشويه صورة الممانعة للمجاميع الإرهابية. وعليه كان نداءنا بشكل واضح. أنا شخصيا تحدثت مع المرجع الديني السيد السيستاني عن هذه النقطة، وهو قال بشكل واضح: نحن نرفض كل عملية استغلال السلاح بعنوان الحشد الشعبي أو بغير الحشد الشعبي. أنت قلتني إلى السؤال التالي، لو كنت على وشك أن أسألك. أنت التقيت بالسيد السيستاني، بالنسبة للشيعة لديهم هذا المرجع الرئيسي، أنتم كسنة من مرجعكم نظيره في العراق؟ هذا أمر واضح. يعني هي القضية دائما السنة، إذا الحديث عن المرجعية الدينية تقصد المرجعية الدينية، هناك شخصيات معتبرة ومحل احترام وعلمائية. شخصية واحدة مثل السيستاني لديهم. احنا عندنا المجمع الفقهي العراقي كمؤسسة، لا يمكن الحديث عن شخص. في السنة لا يمكن الحديث عن شخص مرجع، الحديث عن مؤسسة مرجعية. هناك أيضا شخصية عبد الملك السعدي، شخصية معتبرة ويمكن أن يؤخذ منها الرأي والاعتبار. الآن الحديث عن شخص واحد مرجع للسنة قد يكون هذا الأمر مغاير حتى للسياق الطبيعي التاريخي لوضعية السنة في تحديد من يتولى أمر الرأي الديني أو الموقف السياسي إزاء الأحداث الموجودة. سيد جبوري، سؤال أخير. أنت قمت بجولة مؤخرا زرت خلالها المملكة العربية السعودية، زرت قطر. بعد أن عدت من هذه الزيارة قلت بأن البلدين ربما يعيدان افتتاح سفارتيهما في بغداد قريبا، هل لك أن تؤكد هذه المعلومات؟ نعم، أثناء الحوار والنقاش سواء كان في المملكة العربية السعودية بشكل جازم، وكان هناك رأي أن يبدأ السفير بمباشرة أعماله في مقتبل العام في الشهر الأول من العام القادم. وفعلا اللجنة المعنية بإيجاد الأماكن من الجانب الأمني باشرت أعمالها بشكل واضح، وأصبح هذا الموضوع يعني يقينا. بالنسبة لقطر؟ بالنسبة لقطر أيضا اللقاءات تمت إلى عزمهم على فتح السفارة، ووصل الأمر حتى إلى تسمية شخص السفير الذي سيتم الحديث عنه في وقت لاحق، وفعلا هم مقبلون على عملية فتح السفارة في العراق. النقطة وصلت. بهذا إذن نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نقطة انتظام قدمناها لكم من العاصمة الأردنية عمان. أشكر ضيفي الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، كما أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.